السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في بلانسيه. النهاردة معنا فيديو جديد من سلسلة فيديوهات دورة تصاريح العمل. لو حضرتك ما بتشوفش الفيديوهات من البداية فياريت تتفرج عليها من البداية علشان تشوف الفيديوهات في سياق متصل وتوصلك المعلومة كاملة وتحقق أكبر قدر ممكن من الاستفادة. ولو حضرتك بتشوفنا من على اليوتيوب فياريت تتوقف وتروح تشوف الكورس من على موقع بلانسيه علشان تبعد عن مشتتات اليوتيوب وعلشان تقيم مستواك للكورس أو لفهمك للكورس من خلال الأسئلة اللي موجودة بعد كل درس، وكمان علشان تحصل على شهادة من بلانسيه تشاركها مع دايرة علاقاتك. تمام كده؟ يلا بينا نبدأ. في الفيديو اللي فات لو تذكروا احنا اتكلمنا عن حاجة مهمة جدا وهي ال Confined Space Entry Permit. وقلنا إن تصريح الدخول للأماكن المحصورة بيتطلب اشتراطات كتيرة جدا ومن ضمنها موضوع الجاز تيست، وقلنا إن الكونفايند سبيس من المواضيع اللي لازم يفرض ليها كورس مخصوص أو حلقات مخصوصة، ولازم اللي يقوم بالمهام بتاعته زي إنه يكون جاز تيستر أو إنه يكون انترنت أو اتندنت لازم يحصل على تدريب خاص بالكونفايند سبيس. كمان من المواضيع اللي محتاجة إن إحنا نفرد لها كورس مخصوص موضوع النهاردة. إيه هو موضوع النهاردة؟ موضوع النهاردة اسمه اللوك أوت والتاج أوت أو الإنرجي أيزوليشن. تمام؟ طيب إيه اللوك أوت والتاج أوت أو إيه الإنرجي أيزوليشن؟ تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده علشان هيساعدنا كتير في الشرح الخاص بالفيديو بتاع النهاردة، وبعدين نرجع مرة تانية. Hey, is somebody working on this machine? I'm cleaning back here. طيب جميل جدا. بعد ما شفنا الفيديو ده، من خلال الفيديو ده حضرتك تستشعر ايه او فهمت ايه؟ باختصار الحالة اللي بتحصل عندنا باستمرار، اللي بتحصل في معظم اماكن العمل، ان بيجي عامل عايز يشتغل على مكنة، والعامل ده ما عندوش في المكان اللي هو شغال فيه نظام عزل الطاقة او نظام اللوك اوت والتاج اوت، فبيروح يبدأ يفصل الكهرباء عن المكنة عادي كأنه بيطفي النور كده، يفصل البريكر ويبدأ شغل في المكنة. البريكر ده بيكون فاصل على مكانته وعلى مكنة زميله وعلى مكنة زميله التاني، أو حتى على مكانته هو بس في شركاء له على الماكينة دي بيشتغلوا على نفس الماكينة. فاللي بيحصل إن واحد منهم جاي يشغل الماكينة مش واخد باله، مش فاهم إيه اللي حاصل، الماكينة ما بتشتغلش معاه، فأول حاجة بتيجي في ذهنه يمكن حد فاصل البريكر، فبيروح يشغل البريكر أو يشغل الباور، فبتبدأ الماكينة تشتغل وما بيكونش عارف عن الشخص الآخر اللي موجود في نفس المكان. رغم إن الفيديو بيتكلم عن ماكينة صغيرة إلا إنك الموضوع ده لازم تتخيله على سكوب أوسع. الماكينات بتبقى كبيرة، مكان العمل بيبقى معقد، المين بريكر بيبقى بيتحكم في أكتر من منطقة أو في أكتر من معدة. فأنت تفهم بس الفكرة إن إحنا لازم نتحكم في مصدر الطاقة علشان نتفادى الميس كوميونيكيشن أو نتفادى سوء التواصل أو عدم التواصل ما بين الأقسام أو ما بين الأشخاص. تمام؟ طيب تعالوا بقى نشرح إيه هو اللوك أوت والتاج أوت. أول معلومة عايزك تعرفها قبل ما نبدأ الشرح أصلا، إن اللوك أوت والتاج أوت ليس مخصص فقط للطاقة الكهربائية. دي معلومة خاطئة شائعة عند كتير جدا من اللي شغالين في المجال. تيجي تقول له انت ليه ما عملتش لوك اوت وتاج اوت، يقول لك هو احنا عندنا كهرباء اصلا؟ الشغلانه ما فيهاش كهرباء اصلا، اعمل لوك اوت وتاج اوت ليه؟ تمام. طيب تعالوا يا حضرات نفهم يعني ايه لوك اوت وتاج اوت ونشوف ايه هي تطبيقاته. دلوقتي انا هروح اشتغل في معدة زي ما حضراتكم شفتوا في الفيديو كده. علشان احمي نفسي ايه الاجراء الصحيح؟ الاجراء الصحيح ان انا اشوف ايه الباور اللي رايحة للمعدة دي وافصلها، افصل الكهرباء عنها مثلا لو هي طاقة كهربائية، او افصل اي مصدر من مصادر الطاقة. بس مش بس افصلها، لا انا اروح كمان اركب عليها قفل، وبعد ما اركب عليها قفل احط تاج
يعني ورقة كده صغيرة أقول فيها إن أنا فصلت الطاقة الكهربائية دي بتاريخ كذا من التوقيت كذا للتوقيت كذا، لأني بقوم بأعمال صيانة، وتحط رقم تليفونك عشان لو حد عايز يعرف معلومات أكتر يتواصل معاك. وتاخد مفتاح اللوك ده في جيبك لو هو اللوك الخاص بيك أنت، وهنعرف يعني إيه اللوك الخاص بيك أنت، أو إنه يكون لوك خاص بحد تاني. هنعرف المعلومة دي بعد شوية. طيب أنا دلوقتي لما قفلت مصدر الطاقة، في الفيديو كان في مصدر طاقة كهربائية، وانت يا احمد قلت لا الموضوع مش خاص بالطاقة الكهربائية فقط. طيب امال ايه؟ يا حضرات، اللوك اوت والتاج اوت خاص باي مصدر من مصادر الطاقة، مش لازم يكون طاقة كهربائية. ممكن تكون الماكينة دي شغالة بضغط هواء، ممكن يكون الماكينة دي شغالة بضغط زيت، ممكن يكون الماكينة دي مش ماكينة اصلا، ممكن تكون مش ماكينة اصلا. زي ايه مثلا؟ زي انا عندي خزان ودخلت اعمل شغلانة في الخزان ده، الخزان ده متوصل ببايب لاين، البايب لاين دي بتملى الخزان ده، وليكن بتملاه مثلا بالمية عشان ما يروحش مخك الهيدروكربونز أو حتى يعني كيميكالز دينجرس أو حاجة. أبسط حاجة المية، خزان مية، واحد شغال جوه خزان مية، والخزان ده متوصل بماسورة مية بتديله المية. طيب الخزان ده بيكون عملاق، خزان عملاق، والشخص ده نزل له بما إن هو مكان محصور، نزل له بسلم أو دخل له من منهول أو الشخص ده هو شغال داخل، هو كان قافل المحبس، جه واحد عايز يبدأ يملى الخزان، راح فاتح المحبس. بسيطة جدا. الشخص ده جوه هيقعد يصرخ يصرخ، حد ينقذني حد ينقذني، محدش هينقذه، محدش يعرف عنه، هو اللي غلطان، هو اللي ما قفلش المحبس ده بسلسلة أو حط عليه قفل أو قفله باللوك اللي موجود في اللوتو كيت اللي عندي. طيب قيس على كده كل حاجة. أنا مثلا شغال الصباح، وفي الشيفت بتاعي وأنا بشتغل معايا دريل شنيور يعني، وأنا شغال بالشنيور ده حسيت إن في التماس كهربائي في صعقة كهربائية، فقلت خلاص نبقى نوريه لحد كهربائي، ورميته ومشيت. روحت البيت بتاعنا، الشيفت بتاعي خلص وروحت البيت. إيه اللي هيحصل؟ هيجي زميلي في الشيفت اللي بعدي، هو ما يعرفش إن الشنيور بيعمل التماس كهربائي، هيمسك الشنيور ويشتغل بيه، أول ما يشتغل بيه هيتكهرب. طب دي غلطة مين؟ دي غلطتي. ليه؟ لأن أنا لما لقيت الشنيور خربان أو بايظ ما عملتلوش لوتو، ما عملتلوش عزل. إيه ده يا أحمد، هو أنا ينفع أعزل الشنيور؟ طبعا. تجيب البلاج بتاعته، تجيب الفيشة وبتحطها في صندوق كده، والصندوق ده بيتقفل عليه. كل يا حضرات ما تتخيل إن هو ينفع يتعزل موجود. واللوتو كيت، اللوتو كيت زي ما حضراتكم شايفينها في الصورة كده، بيكون فيها فيتشرز تناسب كل حاجة، تناسب البريكرز، تناسب الفالفز، تناسب البلاجز والفيش وغيرها، وأي حاجة عندك تتخيلها هتلاقيها موجودة في اللوتو كيت. وحتى لو مش لقيتها موجودة في اللوتو كيت، ممكن أنت تعمل لها فابريكيشن. يعني إيه؟ يعني أنت عندك بانل مثلا مش عارف تعمل لها لوتو، موديل قديم، ما لقيتش لوتو فيتشر ليها في السوق، اتواصلت مع المانيفاكتشرر وما ادكش الكيت المناسبة ليها، فحضرتك ممكن تعمل لها تصميم بسيط وتديه لأي حد يصنعه لك وتبدأ تستخدمه. المهم يا حضرات إن اللوتو ده يطبق عندك في الموقع في أي شغلانة فيها مصدر من مصادر الطاقة. يبقى قبل ما نشتغل في أي حاجة نشوف إيه مصادر الطاقة ونبدأ نعمل لها عزل. نبدأ نعمل لها عزل بالطريقة الصحيحة. إيه هي الطريقة الصحيحة؟ أول حاجة تعمل تواصل مع الأقسام المعنية إن أنت هتعزل الماكينة دي. تاني حاجة تروح تعزل الماكينة. تالت حاجة تروح تتأكد إن الماكينة اتعزلت. يعني لو أنت عندك الماكينة شغالة بالطاقة الكهربائية، فهتروح تعزل البريكر، تقفل البريكر، وبعدين هتشيك على المعدة تشوفها. طبعا مش أنت اللي بتقوم بالكلام ده، اللي بيقوم بالكلام ده شخص مختص كهربائي أو مهندس كهرباء. بعد ما بتفصل المعدة، بعد ما بتفصل البريكر، بتروح تتأكد إن المعدة دي فعلا اتفصلت، تحاول تشغلها وتلاقيها ما بتشتغلش. ليه؟ لأن ممكن تكون واخدة من أكتر من مصدر كهرباء. ماشي. ممكن أنت تكون فصلت البريكر الغلط. تمام. بعد ما بتتأكد إن هي اتفصلت، بعد ما حضرتك تتأكد إن هي اتفصلت وإن الكهرباء خاصة بيها، حضرتك بتروح تحط القفل والتاج على البريكر الخاص بيها. طيب
كده الوضع آمن أروح أشتغل؟ لا، ما تروحش تشتغل، لأن في هنا تركة مهمة جدا 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 وبتعمل حوادث كتير. إيه هي؟ هي تفريغ الطاقة المخزنة. ولاحظ إن أنا قلت لك تفريغ الطاقة المخزنة، ما قلتلكش تفريغ الكهرباء المخزنة، لأن الطاقة المخزنة دي مش شرط تكون كهرباء. ممكن أنت تكون في معدة فيها بتشتغل بضغط الهواء مثلا، وأنت قفلت الخط الهواء، بس مازال في هواء مضغوط في الدايرة عندك، فده لازم تفرغه، تشوف فين أقرب فالف للتفريغ وتفرغه. أو مثلا لو أنت عندك معدة كهربائية، فالمعدة الكهربائية دي بيكون فيها شحنات، الشحنات دي بتكون مخزنة فيها. أو إن يكون عندك كاباستورز، المكثفات دي وظيفتها إنها تخزن الطاقة. فكل الحاجات دي لازم يتم تفريغها قبل ما حضرتك تشتغل. طبعا مش أنت اللي بتفرغها، تاني بأكد لك، بيفرغها شخص مهندس كهرباء أو فني كهرباء متخصص وفاهم هو بيعمل إيه. طيب بعد ما بيفرغ الكهرباء نقدر نشتغل؟ لا، ما تشتغلش، من فضلك شيك مرة تانية بالفولتج انديكيتور أو بالمالتيميتر لو كان الجهد منخفض، والفولتج انديكيتور لو كان الجهد متوسط أو مرتفع. تشيك ليه؟ علشان تتأكد إن تمام التفريغ تم وتمام مفيش أي خطورة إن العمال يشتغلوا. وطبعا بتحاول إن أنت لو شغال في حاجة زي كده أو بتفتح بانل جديدة، بتحاول تتأكد إن العمال عندك لابسين اللبس الخاص بالحماية من الأرك فلاش لغاية ما تتأكد تماما إن الكهرباء اتفرغت وإن العزل تم. بعدين ممكن يشتغلوا باللبس العادي. تمام؟ طيب بعد ما العزل ده يتم، حضرتك لو في أي واحد عايز يشتغل هيجي يشوف التاج وهيلاقي رقمك على التاج، هيبدأ يتواصل معاك يقول لك أنا عايز أشتغل. إما إن أنت هتقول له استنى شوية، أو إن أنت هتتوقف عن العمل لو كانت شغلانته أهم من شغلانتك. كده دي طريقة العزل، أو ده مفهوم اللوك أوت والتاج أوت. يبقى إحنا قلنا إن اللوك أوت والتاج أوت مش خاص بالكهرباء بس، اللوك أوت والتاج أوت مهم جدا وله خطوات بتتبعها بتسلسل ممنهج زي ما احنا شرحنا، ما بتروحش على طول تقفل وتشتغل مرة واحدة. تمام؟ ولازم يكون في تنسيق ما بينك وبين الناس. طيب تعالوا بقى أقول لكم على حالة منتشرة برضو جدا. دلوقتي احنا هنعزل معدة، والمعدة دي هيشتغل فيها 3 أو 4 أشخاص. يبقى احنا قلنا الحالة الأولانية زي اللي شفناها في الفيديو، أنا لوحدي اللي هشتغل، هروح أقفل المعدة وهحط عليها لوك وهاخد المفتاح أحطه في جيبي. طيب لو كان شغال عليها 3 أو 4 أشخاص أو أقسام مختلفة، زي إيه مثلا؟ زي إن أنا عندي كونفيور عملاق كده بينقل مثلا في مصنع أسمنت أو حاجة، والكونفيور بينقل مثلا الرو ماتيريال علشان يحطها في الخلاطة أو ما شابه. في الشوت داون، في حالة الصيانة العامة، احنا هنوقف الكونفيور ده. كونفيور يعني سير يا شباب، سير بيكون سير كده بننقل عليه المواد علشان نحطها في المعدة، أو نحطها في الفرن، أو نحطها في الميكسر يعني الخلاط. طيب الكونفيور ده بيكون عملاق وبيكون ماشي على ضرافيل كده كبيرة. في الحالة دي لما بيكون عندنا شت داون مثلا أو حاجة، بيبدأ أكتر من قسم يشتغل في الكونفيور ده. فهيروح عند قسم الميكانيكا هيشتغل، وهيروح عند قسم الكهرباء هيشتغل، وهيروح عند قسم اليوتيليتي هيشتغل، وهيروح عند قسم الهاوس كيبنج أو البرودكشن، هيبعتوا الناس بتوعهم يعملوا هاوس كيبنج. 4 5 أقسام هيشتغلوا في الشغلانة دي. طيب في الحالة دي إيه اللي يحصل؟ في الحالة دي بنستخدم حاجة اسمها مالتي لوك لوتو كيت. مالتي لوك لوتو سيستم أو لوتو كيت. يعني إيه الكلام ده؟ يعني نظام عزل أو نظام عزل وإغلاق، لوك أوت وتاج أوت. ولكن اللوك أوت والتاج أوت ده له أكتر من قفل. بيبقى فيه فيتشر زي اللي حضرتك شايفها على الشاشة كده، بيبقى فيه فيتشر. الفيتشر دي بتحتوي على 5 6 فتحات، كل فتحة بيركب ليها قفل. ففي الحالة دي كل قسم هيشتغل هيروح يحط القفل بتاعه. تمام؟ يبقى هنروح للشخص المسؤول عن عزل الكونفيور ده، هيتأكد إن العزل تم بإجراءاته الصحيحة، وبعدين هيقول كام واحد شغال في الشغلانة دي، هنقول له 5. هيقول لنا تعالوا انتوا ال5، 5 أقسام مختلفة، كل قسم يحط القفل بتاعه في فتحة من الفتحات دي.
بعد ما كل قسم يحط الفتحة القفل بتاعه في فتحة من الفتحات دي هياخد اللوك بتاعه ويمشي. طيب أنا خلصت كميكانيكا، هروح أفك اللوك بتاعي وأروح. وبتاع الكهرباء خلص هيروح يفك اللوك بتاعه ويروح. بتاع الإنتاج عايز يشغل، هيجي يشغل مش هيقدر يشغل، هيلاقي فيه لوك خاص بتوع اليوتيليتي، فهيبدأ يتواصل معاهم انتوا هتخلصوا امتى، ويبدأوا ينسق علشان يشغل الكونفير بتاعه. وضحت الصورة كده يا شباب؟ ففي الحالة دي أنا هتفادى أي ميس كوميونيكيشن يحصل ما بين الأقسام. لو أنا عندي لوك واحد فالموضوع بيكون خطير. ليه؟ ممكن واحد يروح يفك اللوك ده فالمسؤول عن الماكينة يفتكر إن كل الأقسام خلصت، وبالتالي يشغل الماكينة فالأقسام التانية تتضرر. طيب لو إحنا يا أحمد عندنا لوك واحد ومش مطبقين المالتي كي أو المالتي لوك سيستم، مش موجود عندنا، وفعلا الشغلانة بدأت وأنا عندي لوك واحد، طيب في الحالة دي أعمل إيه؟ في أكتر من قسم شغال. في الحالة دي حضرتك بتخلي المفتاح ده مع الإيشوار. فاكرين من هو الإيشوار؟ وإن التحكم بيكون مع الإيشوار. الإيشوار الشخص اللي أصدر البيرمت، اللي أصدر تصريح العمل. تمام؟ ففي الحالة دي المفتاح بيكون معاه هو بس، وهو بيكون عارف كام قسم اشتغل، وما بيرجعش يشغل المعدة إلا لو أخد كونفirmation من كل الأقسام اللي اشتغلت في المعدة دي. ولكن الحالة الأمثل، الحالة الصحيحة، إن يكون كل واحد له اللوك الخاص بيه. طيب في نقطة كمان عايز أكلمك فيها، إيه هي هل اللوك أوت والتاج أوت مرتبط بالورك بيرميت؟ دي برضو من الأخطاء الشائعة جدا. بعض الناس تقول لك أيوة مادام في عندي لوك أوت وتاج أوت لازم يكون عندي بيرميت، ومادام عندي بيرميت لازم يكون في عندي لوك أوت وتاج أوت. الموضوع ده مش صحيح. أنا ممكن يكون عندي تاسك روتينية جدا وليها SOP، ليها تعليمات تشغيل، ومش محتاجة ورك بيرميت، ولكن محتاجة لوتو، محتاجة عزل. أنا كاتب في الخانة بتاعة السيفتي انستراكشن، أنا كاتب أول حاجة قم بعزل وإغلاق مصدر الطاقة. تمام؟ مش احنا اتفقنا ان الاعمال الروتينيه مش بنطلع لها بيرميت، واتفقنا ان الاعمال الروتينيه دي بنتحكم فيها عن طريق تعليمات العمل او تعليمات التشغيل اللي موجوده عندي. وقلنا ان تعليمات التشغيل دي قسمين، قسم تكنيكال وقسم سيفتي. في قسم السيفتي ده حضرتك بتكتب قم بعزل واغلاق مصدر الطاقه. تمام؟ وبيبقى عارف الشخص اللي هيعمل عزل واغلاق لمصدر الطاقه بيبقى عارف هيتواصل مع مين وهيعزل ازاي. جميل كده. طيب احيانا يكون عندي بيرميت ما فيهوش لوتو، عندي بشغلانه وما فيهاش عزل. زي ايه مثلا؟ انا هعمل لحام في منطقه ما فيهاش مصدر طاقه او ما فيهاش بايبات ماشيه. تمام؟ وفي الحاله دي انا عايز اصدر هوت وورك بيرميت بس ما عنديش حاجه تتعزل. ففي الحاله دي ما بقولش ان انا هعمل عزل وبس بشيل اللوتو من الموضوع، او بكتب ان هو non applicable. واحيانا اكون محتاج الاتنين مع بعض، احيانا يكون عندي ورك بيرميت ويكون عندي عزل لمصدر الطاقه. جميل كده يا حضرات. طيب نلخص الفيديو ده في كلمتين اتنين. اللوتو هو أداة لحماية الأرواح، وانت لو عندك خبرة في المجال او اشتغلت في اماكن قبل كده اكيد جه في ذهنك دلوقتي حوادث حصلت بسبب غياب اللوتو ده. اللوتو ده ال LO اختصار للوك اوت معناها اغلاق، والتي او اختصار لتاج اوت معناها ان حضرتك تحط تاج علشان تشارك المعلومات مع غيرك. اللوك ده بتحطه ويكون له مفتاح واحد، والمفتاح يكون معاك لو انت اللي بتشتغل لوحدك، وبيكون كل قسم له لوك لو الشغلانة فيها أكتر من قسم. والتاج ده بيكون له رقم وبيكون مكتوب عليه معلومات رئيسية زي مين اللي قام بالعزل، ورقم تليفونه، وقام بالعزل من الساعة كام للساعة كام. ورقم العزل ده بيدخل في البيرميت في خانة الريليتد أو البيرميت انتراكشن أو خانة الريليتد سيرتيفيكتس، فبتدخل الرقم بتاع اللوتو ده في الخانة بتاعة الريليتد سيرتيفيكتس. تمام؟ أتمنى يا حضرات الصورة كده تكون وضحت لكم، وأتمنى تكونوا عرفتوا يعني إيه لوك أوت وتاج أوت. ولكن الفيديو ده مش كافي، ده الفيديو ده والفيديو اللي فات دي رؤوس أقلام عن الموضوعين دول، موضوع الكونفايند سبيس وموضوع اللوتو. فيا ريت حضراتكم تستزيدوا من المعلومات في المجالين دول أو في الموضوعين دول. تمام؟
أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة النهاردة، وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله أو الفيديو الجاي علشان نتكلم عن إزاي نطمن إن البرميت ماشي بشكل صحيح. أشوفكم على خير.